السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل بقى صينية بسبوسة تحفة. هنشوفها عاملينها ازاي، وبتكات وحركات بقى جميلة. هقول لكم على حبة حاجات كده بنجاح البسبوسة وما تنشفش منكم. تابعونا مع الفيديو لغاية الاخر وهتشوفوا بقى البسبوسة تعملوها على طول. اتمنى ان الفيديو يعجبكم، وما تنسوناش في اللايك والشير. يلا بينا على المكونات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم سهير ومودي. ان شاء الله النهاردة هنعمل في فيديو جديد كده، يا رب يعجبكم. ما تنسوناش في اللايك والشير. سهير ومودي. اول حاجة نقول الدعاء: يا رب يشفي مرضانا وارحم امواتنا جميعا يا رب العالمين. نسمي الله ونقول المكونات. مكونات بسيطة وإن شاء الله تعجبكم. هنعمل بسبوسة، يا رب تعجبكم صينية البسبوسة كده. تعالوا نشوف المكونات ايه عندنا هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كوباية الا ربع لبن، عندنا هنا كوباية سكر، كوباية الا ربع عندنا هنا سمنة. اي نوع سمنة حبيبتي عايزة تعملي بلدي اعملي اي نوع سمنة اللي انت عايزاه تعمليه. عندنا عسل كلوكوز هناخد منه معلقتين. لو مش عندك عسل الكلوكوز ممكن تجيبي عسل بتاع الكنافة، الشربات بتاع الكنافة، تاخدي منه معلقتين. عشان مش مسكر قوي، يعني ده مش غالي والله يا جماعة يا حبايبي. من عند العطار ب12 جنيه البرطمان، بيقعد معاكي فترة طويلة. ده العسل الكلوكوز. عندنا نص كيلو دي بسبوسة من عند العطار. عندنا هنا لوز، زي ما انت تحبي، عايزة تخليها سادة زي ما انت عايزة. عندك بندق حطي، عندك عين جمل حطي، عندك كاجو حطي، عندك سوداني عايزة تخليها سادة، براحتك. حبيبتي دي حاجة ترجع لك ليك انتي. هنشوف بقى المكونات. وعندنا الصينية هنا انا عاملاها بالسمنة اهي، مجهزة كل حاجة. ودلوقتي هنعمل ايه يا حبايبي؟ هنحط السكر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسبوسة من سهلة جدا وفيها تكات كده هنقولها مع بعض. تابعي معانا الفيديو لغاية الاخر. هنحط الكوباية الا ربع اللبن اهو. هنحط هنا السمنة، هنحط معلقتين عسل كلوكوز، بسم الله الرحمن الرحيم. معلقتين كده حلوين كبار كده زي ما انتوا شايفين. نجيب معلقة تانية. شايفين عاملة ازاي؟ وهنا هنحطهم بقى على البوتاجاز لغايه ما يدفوا. مش عايزين احنا نسخنها قوي، يا دوبك العسل الجلوكوز يسيح والسكر يدوب مع بعضه اهو زي ما احنا شايفين اهو. يا دوبك يسخن بس زي ما انتوا شايفين كده. طريقة والله سهلة. في ناس بتخاف من تعمل بسبوسة عشان بتنشف منها.
لا، اهم حاجة التكات تمشي عليها، الطريقة تمشي عليها، هتبقى معاكي زي الفل. بسبوسة هتبقى زي العسل معاكي. ودلوقتي انا حطيت رشة ملح، حاجة بسيطة قوي من الملح. ولو حابة تحطي فانيليا حطي، مش حابة ما تحطيش. اهو زي ما انت عايزة. واحنا اهو بصي السمنة عملناها وسيحناها اهو. بسم الله ما شاء الله. هنا بقى نجاح البسبوسة، ما تقلبيش فيها كتير، يا دوبك تتشرب كده. ما تحاوليش ان انت تعجنيها عشان ما تنشفش منك، لان دوت عامل زي حبات الرمل، بيشرب السوائل بسرعة. فانت هتحاولي تعمليها بس ما تعجنيش، يا دوبك تتلم معاكي البسبوسة اهي زي ما انتوا شايفين اهو. ولا بعجن فيها، بس بلم السوائل على البسبوسة عشان كله يتشرب. وانا مشغله البوتاجاز، الفرن بتاع البوتاجاز من ساعه ما انا بدات. دي من اسرار البسبوسه انها تنجح معاكي، ان انت ايه تحطي البسبوسه على نار على البوتاجاز سخن، وتروح حطها بقى في البوتاجاز. مش تحطيها على ايه البوتاجاز يكون لسه انت مشغلاه، لا قبلها عشان تدخل على انها سخنه زي الكيكه. شفتوا بقى ما قلبناش كتير اهو، ما خدناش وقت. يا دوبك تشربيها بس، متعجنيش فيها ولا اي حاجه خالص اهو. توزعي تديها خبطتين كده، ما تخافيش اهو. هنبل ايدينا ميه ونسويها عشان لو في حته عاليه وحته ما فيهاش نحاول نوزعها اهو زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله عليها. الميه بتخلي حتى ايه وشها ناعم كده، ما يبقاش متبهدل كده، لا اهو بيخليها وشها ناعم وحلو. ودلوقتي هنقطعها التقطيعه اللي انت حباها اعمليها. شايفه؟ عايزاها مربعه، عايزاها كبيره، عايزاها صغيره، زي ما انت حابه اهو. شايفين؟ نعملها كده.
ما تحطيش يا حبيبتي زبيب، عشان الزبيب بيتحرق، ما ينفعش يتحط فيها زبيب. تحطي اي حاجة تانية الا الزبيب. عايزة تخليها سادة زي ما انت عايزة، بس ما تحطيش زبيب. ودلوقتي بعد ما احنا خلاص عملناها زي ما انتوا شايفين الشكل عامل ازاي، هندخلها على الفرن بقى واحنا مشغلين الفرن. دي التكات المهمة اللي انتوا تعرفوها، لازم تشغلي الفرن قبلها زي ما انتوا شايفين اهي. هدخلها الفرن واوريها لكم بعد ما تطلع من الفرن. وهنعمل الشربات مع بعض، شربات خفيف، هي تطلع سخنة والشربات سخن، الاتنين مع بعض نحطهم مع بعض. دلوقتي عندنا هنعمل الشربات. عندنا كوباية ونص مية وكوباية ونص سكر اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. نقلبهم بقى لغاية ما يغلوا. اول ما يغلوا هنحطهم على الايه، على البسبوسة. ودلوقتي البسبوسة هي زي ما انتوا شايفين كده طلعت اهي من الفرن. هنحط عليها الشربات وهو الاتنين سخنين. متقلقيش دلوقتي هتشربها. ودلوقتي بعد ما احنا خلصنا اهي الصينية، شايفين تحفة، شايفين الصينية عاملة ازاي، منتهى الجمال. الشربات بيكون خفيف يا دوبك يغلي، ونروح ايه حاطين عصرة ليمونة ومعلقة سمنة. لو حابة تحطي معلقة سمنة حطيها، مش حابة ما تحطهاش. وتغلي وهي سخنة والشربات سخن، الاتنين مع بعض يتحطوا ايه مع بعض اهو زي ما انتوا شايفين اهو. ما شاء الله عليها، ولا ناشفة ولا اي حاجة. شايفين طرية ازاي اهي. اتمنى ان الفيديو يعجبكم. ما تنسوناش في اللايك والشير. سهير ومودي، واشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.